كان يا مكان، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في صباح جميل ومشمس، كان الطفل مازن عمره 10 سنوات. شعره أسود ناعم، وعيناه واسعتان بنيتان. يرتدي تيشيرت أزرق فاتح عليه نجمة صفراء، وبنطال جينز أزرق، وحذاء رياضي أبيض. وقف أمام المرآة وقال بحماس: النهاردة أول يوم في مدرسة التفوق. بجانبه صديقه محمد عمرها 11 سنة، شعره بني فاتح، وعيناه عسليتان تلمعان بالذكاء. يرتدي قميصا أخضرا مخططا، وبنطالا كحلي، وحقيبة ظهر برتقالية اللون. ضحك محمد وقال له: يلا يا مازن، مش عايزين نتأخر، أول يوم لازم نكون قدوة. خرج الولدان من البيت بخطوات سريعة. الشمس كانت مشرقة، والطيور تزقزق فوق الأسوار، وصوت الجرس في المدرسة يسمع من بعيد. وصل مازن ومحمد إلى مدرسة التفوق. كانت المدرسة كبيرة، جدرانها ملونة بألوان زاهية، والعلم يرفرف فوق الساحة بكل فخر. في الساحة كان الطلاب يضحكون ويلعبون. اقتربت منهما المعلمة سارة. كانت شابة في 30 من العمر، بشعر بني طويل، ترتدي عباءة زرقاء وحجابا ورديا، تحمل في يدها دفترا كبيرا. ابتسمت وقالت: صباح الخير يا أبطال، مرحبا بكم في أول يوم من العام الدراسي الجديد. رد مازن بحماس: صباح النور يا مس سارة. وقالت: اليوم هنتعلم حاجات كتير، بس أول حاجة لازم نتعلمها هي النظام. ابتسم محمد وقال: أنا بحب النظام، وبحب أكون دايما الأول. ضحكت المعلمة وقالت: كويس يا محمد، بس لازم كلكم تساعدوا بعض. دخلوا الفصل وكان مليان طلاب ومرح. المقاعد مرتبة والسبورة لامعة. المعلمة كتبت على السبورة: درس اليوم، التعاون سر النجاح. بدأت تشرح لهم كيف التعاون يخلي كل حاجة أسهل. كانت تتكلم بلطف والطلاب منتبهين. لكن في آخر الصف كان زميلهم كريم، عمره 10 سنوات، بشعر أشقر قصير، يرتدي سترة رمادية وبنطالا أسود. كان مشغول بلعب كرة صغيرة بدل ما يركز. لاحظ مازن وقال له بهدوء: كريم، المعلمة بتشرح، ركز معانا. لكن كريم ضحك وقال: مش لازم أسمع، أنا فاهم كل حاجة. نظرت إليه المعلمة بابتسامة وقالت: طيب يا كريم، تعال جاوب السؤال ده. وقفت قدامه وكتبت على السبورة مسألة بسيطة. كريم اتلخبط وما ردش. ضحك بعض الطلاب، لكن مازن قال بسرعة: إحنا نساعده يا مس سارة، ده معناه التعاون. ابتسمت المعلمة وقالت: برافو يا مازن، أنت فهمت الدرس الحقيقي. جلس كريم وشكر مازن وقال له: أنا آسف، المرة الجاية هركز. ضحك محمد وقال: كده تمام، الفريق دايما أقوى من الفرد. في الفسحة خرجوا يلعبوا في الساحة. الجو كان جميل والضحك مال المكان. مازن ومحمد وكريم لعبوا كرة قدم مع باقي الأصدقاء، لكن فجأة الكرة طارت ناحية الشجرة العالية. وقفوا كلهم يتفرجوا عليها. مازن قال: مفيش حد طويل كفاية يوصلها. محمد فكر بسرعة وقال: طب نشتغل مع بعض. جابوا عصا طويلة وربطوا عليها شبكة قديمة. كريم مسك العصا ومازن ثبت الشبكة، ومحمد وجههم، وبتعاونهم نزلت الكرة وسط تصفيق الطلاب. المعلمة سارة كانت تراقب من بعيد. ابتسمت وقالت في نفسها: هم فعلا فهموا معنى التعاون. رجعوا الفصل بعد الفسحة فرحانين جدا،
وفي الحصة التالية دخل المدير الأستاذ سامي. كان رجل في 50 من العمر، يرتدي بدلة رمادية ونظارة أنيقة، وجهه بشوش وصوته قوي. قال: سمعت إن طلاب فصل مس سارة ضربوا مثالا رائعا في التعاون. صفق الجميع لمازن ومحمد وكريم. المدير قال: اللي يتعاون ويتعلم ويخلص في شغله هو اللي يقدر ينجح في حياته. ثم أعطاهم ميداليات صغيرة مكتوب عليها أبطال التعاون. مازن لبس الميدالية وقال بفخر: أنا هخليها دايما معايا. محمد ابتسم وقال: كل مرة نبقى فريق هنكسب أكتر. المعلمة سارة قالت: برافو يا ولادي، كده تعلمتوا أهم درس في أول يوم. ومع نهاية اليوم الدراسي رجع مازن ومحمد للبيت فرحانين جدا. في الطريق قال مازن: المدرسة حلوة لما نتعاون ونتعلم مع بعض. محمد قال: وأجمل لما نحترم المعلمين ونساعد أصحابنا. ضحكوا مع بعض والشمس كانت بتغيب، وكتبت على الشاشة الكبيرة: التعاون هو أول خطوة في طريق التفوق. لو عجبتك القصة اضغط لايك واشتراك، واكتب في التعليقات تحب القصة الجاية تكون عن إيه.